السلام عليكم. انا بقدم نصيحه حق اخواننا اللي يزورون تركيا، كانوا كويتيين او خليجيين. انتم شفتوا الاحداث اللي قاعد تصير، سوء المعامله والضرب. لا الحكومه قاعد تاخذ حقك ولا الشعب قاعد يحترمك. اسباب كثيره، ابتدى المستوى الاقتصادي، امور كثيره، ولذلك هذه الدوله ما عندها اسس للمحافظه على السياحه. رغم انتقادي الشديد لبعض سياسات حكومه مصر، لكن مصر عندها شرطه سياحه. ما تشوف هالاشياء تحدث لحد اي سائح كان خليجي او غير خليجي، ما تشوف مشكله عنده. لو صارت لك مشكله تروح هناك عندهم الشرطه يبون حقك، يحترمونك كسائح. الدول الاوروبيه والدول المحيطه يمها، شوف لندن يسب الملكه في الهايد بارك ويوم السبت بس بخير تحرش فيه يقبضون عليك، مع انه يسب الملكه بس لك حريه. الدول المحيطه يحرقوا قرانك لكن امش بالشارع، بس ما يجرؤ احد يمسك ايدك او يطقك، لان هناك القانون يحميك. ولذلك انت هذه الدول على الرغم اساءتهم لنا لكن ما يقدر يجرؤ يكلمك. فانت ايش اللي حادك تروح تركيا؟ دوله لا الحكومه تحترمك ولا الشعب يحترمك. شو بدك؟ شو بدك؟ لا تروح له. لما تيجي تركيا تحط شرطه سياحه حال الدول الاخرى، تحافظ على كامل وتحط قانون يحميك، تحط كاميرات عشان اعرف اخذ حقي، عشان انا كسائح اعرف. هذه نصيحه انا اقدمها لكم، كيفكم عاد انتم تبي تروحوا روحوا، انا ما اجبركم، بس ايش اللي حادك؟ دول كاهي اذربيجان، كاهي الجبل الاسود، كاهي البوسنه، وكاهي الدول هذه رخيصه وكويسه واجواها جميله، وانت ايش اللي تبيه يعني؟ اللي هناك كل يوم فيديو كل يوم فيديو، ما شفنا في مصر هالفيديوهات هذه كلها، حتى رغم الانتقاد الاعلامي والتراشق، لكن لا يجرؤ مصري انه يكلمك في الشارع او يسيلك او يضربك، لان هناك في قانون يحمي الفرد، يحمي السائح. صارت الرساله الان، الانجليز سبوا لنا، طقوا اعلامهم، مسح فينا القاع كل شيء، بس تقدر تسافر وانت معزز مكرم، ولا يجرؤ هذا يكلمك او يحاكيك في الشارع يمسك. السلام عليكم.